بونسوا، انا سام. طبعا انا قلت لكم بالفيديوهات الماضية من زمان لما عملت عن قسم النصيب الجزء الاول وبعدين الجزء الثاني، قلت لكم انه ما راح يوقف عند هذا الحد، وراح يعملوا اول وراح يعملوا ثاني، راح يعملوا ثالث ورابع وخامس. ليش؟ لانه الشغله فيها فلوس وفيها مشاهدات كتير، والشعب يعني فيك تقول متقبل هذا الامر، لهيك فيهم يكملوا بهذا الامر. يلعن ساسوكي. anyway بنرجع ساسوكي. نسيت شو بدي احكي لك يا زلمه، نسيت شو بدي احكي لك ساسوكي. وقلت لكم انه راح يستمر هذا الامر، وقلت لكم انه بكل موسم عن موسم راح يزيد في قله الادب، راح يزيد في الشغلات اللي راح يحطوها انه مبين تحرش وشغلات مشان يميعوا المجتمع، لانه هذا المطلوب، وهي بتجيب مشاهدات وبتجيب اراء. وطبعا في كتير قليل، يعني العالم ما عاد تنتقدوا، بالعالم صارت تتقبلوا موسم عن موسم، عم يتقبلوا اكثر، وخاصة يعني بتشوفوا انتم المراهقين على التيك توك عم يعملوا له تصاميم. طبعا بس مين اللي طالع الترند؟ في شاب اسمه اسمر. هذا اسمر بدكم اياه بيرقص بيرقص، بدكم اياه بيبكي بيبكي، بدكم اياه زلمه حمش حمش، بدكم اياه زلمه رومانسي وبيعمل قهوه للبنات وبيخدم البنات. اوكي معاكم بهذا، يعني جوكر معلم هذا الموسم، مثل ما كان علي بالموسم اللي قبل هذا هو جوكر الامور، وهذا جوكر هذا الموسم. طبعا في عالم راح يقولوا انه راح ينطرد او كذا، بطمنكم من هلا طبعا اللي بيتابعوا، واللي ما بيتابعوا الحمد لله انكم ما بتتابعوا، انه ما راح يطردوا، لانه هو الجوكر وهو اللي بيجيب لهم مشاهدات وبيجيب لهم هذا. لهيك حبينا نعمل لكم حلقه هيك خفيفه نضيفه، رغم انه انا ما بتابعه، يعني مجرد لقطات، بقى الاسامي ماني حافظه، ما في غير اسمر هذا معلق براسي. بعرف انه الموقف صعب، وبعرف انه انت اذا ما كان هو كنت رح تكون محله، وهيدا الشعور بتحس بالذنب انه لا انا بحياتي ما كنت لما بشوف الاشي بحكي عادي يعني. عن جد صعب يعني. طبعا هذا الشاب اليكس، هذا الشاب اليكس اللي هو بده يطلع واسبر عم يبكي عليه، وهلا بشرح لكم انه يمكن اسبر هو سبب خروجه من الاساس. هذا اليكس الزلمه طجدي طشتك العافيه، الزلمه جاي على البرنامج ما بيعمل رومانتيك مثل ما بدهم هني، ما بيعمل دراما مثل ما هني بدهم واحد يعمل دراما، يعمل شغلات، يعمل مشاكل، يعمل حركات، يعمل مياعة مشان يجيب لنا مشاهدات، مشان يجيب لنا مصاري. اجوا طلعوا هيك نعم. هذا الموسم طلع ترند اكثر من الموسم اللي قبله، لكن شو رايكم نزود الدراما نحن؟ ايوه اجوا جابوا هذا الموسم من بدايته بلش هو دراما، هو على اساس انه في شابين، قال شابين انه هلق على اساس في شباب بيجوا وبنات بيجوا وبيحبوا بعض، وبالنهاية وبنت وشاب هدن اللي بيحبوا بعض بالاخير وبيفوزوا وبيتجوزوا وبياخذوا جائزة هي $15,000 $15,000. اما بهذا الموسم الجماعة جايين مشان المشاهدات، مشان يعملوا دراما، مشان يطلعوا ترند بالمختصر المفيد. لهيك معلم يعني هذا إليكس طلع. طيب ليش طلع؟ لانه في هي تكونت معه، ويعني انه الزلمه ما بيعمل دراما، يعني بده واحد مثل اسمر. مرة صرت قايلت له مين عمل لي قهوة، عمل له؟ اسمر منه معي، اسمر بيعمل لي قهوة، اسمر بيعمل لي ساندويش، اسمر بيعمل لي ما بعرف شو، اسمر ايه؟ انت شو بتعمل لي؟ على طول تعبان، على طول متضايق، على طول انا ما في يكون معك شو خساري؟ انا اللي ما فيني يكون معك. هسا انا صار لي يومين بدي اقعد احكي معك، انت قاعد عم تحل مشاكل العالم، ولما يصير معي مشكلة بتجي بتقف ضدي. تمام اي انا موقف ضد. طبعا هذا هو إليكس اللي هو هلا انطرد، اللي فرجيتكم بالفيديو السابق، وشفتوا له اسمر صافين هيك معلم. اسمر عمل لي قهوه، بيعمل لي قهوه، اسمر تعب بيض لي رجلي، بيض لي رجلي، اسمر عمل لي مساج، بيعمل لي مساج. بعيدا عن هذا الشاب اللي ما بيزبط مع هذا البرنامج، لانه انت رايح على هيك برنامج ما بيهم جمالك ولا بيهم شكلك، المهم تعمل دراما وتعمل لك حركات ومشاكل، وتضل تعمل لك حركات مشان شو؟ مشان يمشي سوقك، مشان تطلع ترند، مشان تجيب مشاهدات، مشان نجيب مصاري. هي الامور دويره 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 دويره.
تمام. اسمر الزلمه بتتوفر فيه هي الامور. اسمر شو بدك اياه معلم بيجي من ما دقيته بيرن. اسمراني حبيبي دخيل ربه. اما هاي شيلكن عن اسمر وشيلكن عن اليك. انت ليش مسترجلي؟ ليش مسترجلي يعني؟ ليش انت جاي على اساس تحبي وتلاقي شريك حياتك وعلى اساس يعني وتتزوجي، ولا جاي واحد يعمل لك قهوه وواحد يعمل لك مدري شو، واحد يعمل لك مساج وواحد مدري شو؟ ما بيصير انت مخربطه بالبرنامج. يعني انت مانك جاي على برنامج مشان حدا يخدمك. يعني هي المشاكل الهرمونيه عندك فيك تحليها برات البرنامج، او تلاقي شيء حدا برات البرنامج ويحل لك هي المشكله. اما تيجي على هذا البرنامج وبدك تطبقي هي الامور ما بتزبط. ولكن بقوانين البرنامج هي بياخدوها بالعكس، هي البيرفكت هي، لانه فيها تعمل دراما كتير وتعمل مشاكل كتير، بتجيب لنا مصاري وبتجيب لنا فلوس وبتجيب لنا مشاهدات. طبعا هلا خلينا نروح لاسمر اللي طلع ترند. طبعا شو هوايته لاسمر؟ اسمر تفضل قلنا شو هي هوايتك؟ انا لما بكون زعلان بطلع برقص. انا بكون بالسياره وبكون مودي عالي وحاط اغنيه حلوه وبيجي على بالي ارقص، بوقف السياره وبنزل برقص. الزلمه ماخذ الحياه رقص. استغفر الله العظيم، ماخذ الحياة رقص. الزلمة بيحب الرقص. انتوا ليش مزعجين ولا الزلمة؟ الزلمة بيحب يرقص، بوقف السيارة بيرقص، بيكون معلم بالحمام بوقف الحمام وبصير يرقص، بيكون عم ياكل بوقف اكل وبصير يرقص. عادي يعني، عادي يعني. مثلا انت مثلا هوايتك الرسم، بتفيق من الصبحيات بدك ترسم، عرفت كيف؟ هو هوايته الرقص، بفيق عم يرقص، عرفت؟ طبعا هو طلع ترين بهذا الفيديو وصاروا يطبقوا له اغاني يا لطيف، بس الغناية انا اللي ذبحتنا وقتلتنا من الضحك. مطبقين عليه غناية تبع هبل. والله تبع هبل تبع الجاهلية. يا اخي الرقصة بكم والاغنية المطبقين عليه بكم تبع الجاهلية، تبع جماعة هبل. والله يا طبعا الزلمة بحب الرقص. هلا والله انا ماني ضده عم يرقص، بس يا اخي انت عم ترقص ببرنامج. يعني هو صح بده هيك، البرنامج بده هيك رقص، بس يعني خوية انت عم ترقص ببرنامج والله مصيبة، والله مصيبة راح تطلع ترند يعني وفضيحة. والرقصة تبعك مشكوك بأمرها يعني. وجسي انت يعني ما شاء الله جسي، يعني جسمك ما شاء الله جسي كبيرة يعني، جسم يعني مو وشكلك ما بيوحي يعني خوية اسمر، يعني شكلك ما بيوحي انك تعمل هيك حركات. يعني لو الكس عم يرقص هاي الامور بنقول عادي الزلمة اشقراني وكذا، بس انت شو هاي حركة حاسك عم ترقص بمرقص والله، مو ببرنامج يا زلمة. حركة يا الله لك مو المشكلة يا شباب. الأردن، أهل الأردن يعني هيك شخص إذا مر عليهم ما بيتركوه بحاله، مستحيل يتركوه بحاله. وهذا المضبوط يعني، ما بيتركوه ولا راح يتركوه يعني. مستلمين وسبع بلده يعني معلم، مستلمين ومطالعين غيمصوا يا أخي، والله مطالعين راسه، مطالعين راسه. يعني مثلا انا يعني حتى نيكولاس اذا انتم بتعرفوه يعني رادد عليه. تذكرني هذا الريل موجه للشعب الأردني، بس للشعب الأردني. إذا أنت مش أردني ما تتابع الريل. في مجال يا جماعة نعمل لمة ونزوج أسمر لأنه فضحنا بما فيه الكفاية. شو رأيك خالدي؟ انا معك 100%، وقد ما بدك تساهم انا بساهم الدبل. ها بطل عندكم حجة. مشان الله زوجوه. انا بالاردن
اذا شفتوا هذا الفيديو مشان الله اعملوا له لمي وجوزوه ولاقوا له اجمل وحده بالاردن معلم وجوزوه. وين ما بده من اي بلد بده يتزوج معلم لاقوا له اياها وجيبوا له اياها وزوجوه، لانه معلم فضحنا يعني، محسوب علينا كمان يعني، مو محسوب عليكم محسوب علينا خوي. بلاد الشام يعني بلد واحد محسوب علينا. والله العظيم اسمر هذا مصيبي. طبعا يعني رغم كل شيء عم بيعمله اسمر والبلاوي اللي عم بيعملها، بس اقل واخاف من الاشخاص الباقين. جد في اشخاص كتير كرينج وفي اشخاص علوا قلة الادب لسقف يا لطيف يعني. وفي سالفة لاقول لكم اياها، الاستديو كلياته او الفيلا كلياتها مش فيها كاميرات يعني، باي مكان انت في كاميرات، وحتى بالغرف تبع النوم في كاميرات يعني. انا متاكد انه في فيديوهات مخفيه وهن فيه القائمين على البرنامج فيهم يبتزوا فيهم الاشخاص اللي مشاركين بالبرنامج يعني. هي انتم ما بتعرفوها والله اعلم، لانه في انا شفت بالموسم السابق انه في كاميرات بغرفة النوم يعني. تخيل بغرفة النوم اللي قاعدين فيها المشتركين تمام تبع البنات وتبع الشباب فيها كاميرات يعني. هاي شلون ما بتتحرك. وانا ما بستبعد حتى بالحمام يعني، اسمحوا لي بهي الكلمة، حتى بالحمامات يمكن في كمان كاميرات، لانه ما بستبعد هذا الامر. انه القائمين على هيك اعمال افكارهم كتير وسخة يعني، فيهم يقوموا باكثر من هيك امور. وطبعا المشتركين بيعرفوا هذا الامر، ورغم هيك مشتركين بهذا البرنامج. ليش؟ مشان الشهرة مو اكتر يعني. بس شو على حساب نفسهم وعلى حساب كرامتهم وحساب شرفهم يعني. كتير عيب يعني. مثلا هذا الفيديو انا شفته صدمني صراحة يعني. انا ما كنت بدي اعرضه، بس لفرجيكم قديش انه البرنامج وسخ وما بنصح عليه يتابعه. والله ما قصدي، انت صريحة زيادة عن ليش اللزوم. تجبروني اطلع هيك؟ خلص صوت لك انت واسرع. تمام. وانا بكل حالي صوتي لي اوكي. يلا بدي اترك. الله على الكرم يا شيخة، الله على الشرف يا شيخة، الله على الأخلاق يا شيخة، الله على الأخلاق. تضربي لي ايدك لك، ايدك ينعن شك ايدك بس جلسها يعني، بس جلسها. شو احكي يعني. البرنامج اكثر من هيك يعني. انا متوقع انا بنهاية الموسم اسا تشوفوا شغلات شيء زائد 55. لكن اذا انت ما بتتابعوا نصيحة لا تتابعوا، واذا انت عم تتابعوا من ناحية الفضول نصيحة كمان وقف متابعته يعني. لانه حتى شيلك عن الوساخة تبعه، في كرنج كتير كرنج مثل هاي السرسور السرسور قوي بالاخص الصراصير. صرصور هو صرصور يعني، عامله صرصور. قوليها جد كتير كرنج كتير سرسور يفوت بتمك ان شاء الله. سرسور لك سرسور. اذا قلت سرسور ما راح تصير هاي كلاس، ما راح تصير ولا راح تصير كيوت. هي الكيوت بتنزل هيك باكج واحد من عند رب العالمين، بتنزل مع الانسان باكج واحد. ما عندك انت رب العالمين مو خالقك هيك كيوت من الاساس. لا تتكيتي لانه بتطلع كتير كرينج بتطلع كتير كرينج يعني صراحة. وعادي يعني اذا قلت صرصور ما راح يكون موديلك كتير يعني انه مانك انثوية او مانك كيوت يا مسرسور. وبعدين شكلك لا يدعم الخدمة انك تكون كيوت يعني. وجهك لا يدعم الخدمة، جسمك لا يدعم الخدمة تبع الكيوت. لازم يكونك عود فرنسي حتى يكون الامر يعني ضابط عليك. اما انت لا برو، انت عود هندي عود هندي مدري ياباني. المهم هذا كان الفيديو اليوم، بتمنى انكم استمتعتوا، بتمنى ما حدا يتابع هذا الامر والله العظيم. واسمر مشان الله اهل الاردن اعملوا له لمي وزوجوه للزلمه ولاقوا له شي بنت حلال ويطلع من البرنامج لانه فضحنا كتير يعني. وحطوا لايك وحطوا اشتراك، بحبكم كتير، تشاو.